أعلن الجزائري مولود حمدي المدير الفني للنادي الإسماعيلي قائمة لاعبيه لمواجهة الزمالك مساء الخميس في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. ويواجه الإسماعيلي نظيره الزمالك مساء الخميس على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز. ويتواجد الإسماعيلي في المركز ال19 بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني ولديه 13 نقطة. وجاءت قائمة الإسماعيلي على النحو التالي: في حراسة المرمى عبد الله جمال وعبد الرحمن محروس، وفي خط الدفاع محمد عمار وعبد الله محمد ومحمد إيهاب وحمادة صلاح وإبراهيم النجعاوي، وفي خط الوسط محمد عبد السميع وعبد الرحمن الدح وإبراهيم عبد العال ومحمد وجدي ومحمد سمير كنتة وعمر القط ومحمد خطاري وعمرو سعيد ومحمد بحيري وإيريك تراوري. وفي خط الهجوم خالد النبريسي وأنور عبد السلام ونادر فرج. وبذلك خلت القائمة من أحمد عادل عبد المنعم حارس المرمى. أما بالنسبة لحكم المباراة، فأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم برئاسة أوسكار عن حكام مباريات الخميس ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري، حيث تم تعيين أمين عمر لإدارة مباراة الزمالك والإسماعيلي التي تجمع الفريقين على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. ويعاون كل من شريف عبد الله وعمر فتحي حكمين مساعدين، وإبراهيم محجوب حكم رابع، وسمير جمال حكم مساعد فار، وعلاء صبري حكم للفار.